السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. لاعبي الأهلي يقطعون أجازتهم ويذهبون إلى سفارة النمسا لاستخراج تأشيرة السفر إلى هناك للتواجد في معسكر الإعداد، بعدما أثار موقع ترانسفير ماركت الكثير من اللغط حول رحيل الحارس وانتقاله للدوري السعودي. الأهلي يؤكد بقاء محمد الشناوي مع الفريق في الموسم الجديد. مصدر مسؤول بالأهلي يؤكد أن ملف المهاجم الأجنبي الجديد سيحسم قبل نهاية الأسبوع المقبل، وأن اللاعب سيلحق بمعسكر الإعداد للموسم الجديد، ويرفض الكشف عن اسم اللاعب لحين التعاقد معه. أحمد عبد القادر يقدم للأهلي عروض من روسيا وتركيا لرغبته في الرحيل بسبب الانتقادات التي يتعرض لها وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق. علي معلول يحضر تدريبات الصفاقسي التونسي ويدعم اللاعبين في فترة الإعداد للموسم الجديد. بيراميدز يغري زياد طارق ماليا لضمه في الانتقالات الصيفية بعد تجاهله من قبل الأهلي. سيراميكا كليوباترا يكثف جهوده مع أحمد القندوسي على أمل إقناعه بالانضمام لهم في الانتقالات الصيفية، ويتوصل لاتفاق مع الأهلي على ضم عمار حمدي على سبيل الإعارة. خالد بيبو يستأنف مفاوضات التجديد مع محمد شريف والتي بدأها سيد عبد الحفيظ قبل رحيله للحفاظ على اللاعب. خالد مرتجي ينفي تماما كل ما يصار عن دخوله في خلاف مع سيد عبد الحفيظ قبل رحيله، ويؤكد أن علاقتهم رائعة. عادل عبد الرحمن رغبة الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي بقيادة مارسيل كولر في عدم التعاقد مع صفقات كثيرة أمر طبيعي في ظل امتلاكه لعناصر مميزة، وكل مركز أصبح فيه 3 لاعبين أفضل من بعض. هو تعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم بالإضافة لرغبته في ضم المهاجم الأجنبي. كولر يعرف الاحتياجات الفنية ورغبته في إغلاق الباب أمام صفقات جديدة باستثناء المهاجم جاء عن دراية وقناعة تامة. هناك لاعبين في الأهلي قادرة على اللعب في أكثر من مركز، وأي نادي في العالم يعتمد على 17 لاعب فقط، ومن الصعب الاعتماد على 30 لاعب بصفة مستمرة. لذلك كولر يسعى لتلبية احتياجاته الفنية فقط. محمد عبد المنعم قدم موسم رائع وهو قائد دفاع المنتخب المصري، والفيفا في أي جائزة ينظر لإنجازات اللاعب مع ناديه ومنتخب بلاده، واستبعاد اللاعب من الاختيارات الخاصة برابطة الأندية شيء غير مفهوم، ولا بد من وضع ضوابط فنية محددة لهذه الاستفتاءات. الأهلي حصد الدوري وهو الأقوى دفاعيا، وبالتأكيد لاعبي خط الدفاع هم الأفضل، وعبد المنعم من العناصر المؤثرة التي ساهمت في حصد الفريق الأحمر للألقاب هذا الموسم. الموجودين في الاستفتاء عناصر دولية ولعبوا للمنتخب في الموسم الحالي، لكن يجب أن يكون هناك ضوابط معينة لاختيار أي لاعب ضمن الاستفتاء السنوي. لا نعرف من يختار هؤلاء الأسماء للتواجد ضمن الاستفتاء. كان من الأفضل سؤال الجماهير عن المدافع الأفضل وترك الجمهور يجاوب على السؤال. أخبار الزمالك. شيكابالا يؤكد أنه ليس له علاقة بالغرامة الموقعة على الزمالك حاليا، ويتهم إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور بالتسبب فيها بسبب التأخر في التسديد من عام 2016. ويؤكد أنه تواصل مع ممدوح عباس وأكد له أنه تم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك. انقسام كبير بين جماهير الزمالك بعد أزمة مرتضى منصور وشيكابالا، جزء يدعم الأخير والجزء الآخر يدعم المعزول. وائل الأباني يهاجم مرتضى منصور ويتهمه بالبحث عن الشو والترند واستغلال ارتباط اسمه بالزمالك، ويتعجب من قيامه بإدارة النادي من الخارج. إبراهيم سعيد بيان شيكابالا ضد مرتضى منصور ضرب نار وقوي جدا، وده المتوقع، ومن حق شيكابالا أن يوضح الأمور للجماهير، ولكل فعل رد فعل. الفيديو اللي شفته رئيس الزمالك السابق كان غريب. صعب جدا تتكلم عن كابتن الفريق ونجم الفريق بهذا الأسلوب، هذا أسلوب معتاد منه. بقينا مش شايفين حد في الزمالك كويس. كل ما رئيس الزمالك السابق يختلف مع حد يطلع يهاجمه ويتكلم عليه بشكل غير لائق لتشويهه. شيكابالا له حق الرد لأنه كابتن الفريق وله اسم كبير في نادي الزمالك، مش كل حد هيتكلم عليه هيسكت، خصوصا بعد الاتهامات التي وجهت له بأنه يتمرد، فهذه الاتهامات تقلل منه أمام الجماهير. هشام يكن شيكابالا من الخطوط الحمراء داخل نادي الزمالك وتمنى محدش يقرب منه، فهو من أبناء النادي الأوفياء، ومتعجب مما يحدث حاليا والاستمرار في تصدير الأزمات للنادي وجماهيره. الزمالك بدأ يخسر جماهيره بسبب تلك الأزمات المستمرة. نتعرض لظلم واضح بسبب ما يحدث من داخل النادي، وأتمنى أن يتم إيقاف أي مشكلة مع إعادة الهدوء والاستقرار للنادي قبل الموسم المقبل.
أصبحنا ندافع عن الزمالك لمواجهة ناس من داخل النادي، وأصبحنا نترك الفرصة للآخرين من أجل هدم الفريق، والجمهور العربي لم يعد متعاطف مع الزمالك كما كان في السابق. الزمالك يعاني من الإدارات التي قادت النادي، واللاعبين ليسوا على قدر النادي وبعيدين عن المواصفات المطلوبة داخل الفريق الأبيض، ووصلنا لمرحلة صعبة للغاية. أخبار الكرة المصرية: رغم نفي بيراميدز منذ أيام التفاوض مع اللاعب، مصادر مقربة من أشرف بن شرقي تؤكد أن الوجهة الأقرب للاعب المغربي هي نادي بيراميدز.